كتير قوي واحنا بنستخدم أي ابلكيشن فجأة نلاقيه هنج كده، خصوصا واحنا بنكتب أو بنعمل حاجة بسرعة. المشكلة دي بالذات هي اللي فريق رياكت قعد سنين بيحاول يلاقي لها حل. فالنهاردة احنا هنفتح كابوت رياكت ونبص على المحرك بتاعه عشان نفهم ازاي حلوا المعضلة دي بحاجة عبقرية اسمها رياكت فايبر. طيب عشان نفهم الحل لازم الأول نفهم المشكلة كانت إيه بالظبط. زمان قبل رياكت 16 كانت في مشكلة كلاسيكية كده. تخيل معايا لو في تحديث كبير بيحصل على الشاشة زي مثلا فلترة للستة فيها آلاف الأسماء، كان اللي بيحصل إن اليو آي كله بيقف، يعني ولا تعرف تكتب ولا تعمل سكرول ولا أي حاجة، الشاشة بتتجمد تماما. والمشكلة دي على فكرة ما كانتش مجرد باج بسيط كده وخلاص، لا، دي كانت مشكلة في صميم بنية رياكت نفسه. الطريقة القديمة اللي كان شغال بيها، اللي ممكن نسميها الستاك ريكنسايلر، هي اللي كانت السبب في القصور ده. خلينا نشوف ليه بقى. طيب بصوا على المقارنة دي. الستاك ريكونسايلر القديم ده كان عامل زي موظف عنده خط تليفون واحد بس، لو جات له مكالمة طويلة هو مضطر يخلصها للآخر، يعني الشغل بتاعه متزامن وبيعطل أي حاجة تانية، مفيش هزار، هي المكالمة كلها يا بلاش. لكن الفايبر ريكونسايلر الجديد لا، ده بقى حكاية تانية. ده موظف عنده سنترال، يقدر يوقف مكالمة ويحطها على الهولد عشان يرد على مكالمة تانية أهم وبعدين يرجع يكمل. الشغل بتاعه بقى غير متزامن وقابل للمقاطعة، بيقدر يقسم الشغل الكبير لأجزاء صغيرة ويحدد الأولوية. وهنا بقى بيجي الحل، بطل الحكاية بتاعتنا رياكت فايبر. ولازم نبقى فاهمين كويس، فايبر ده ما كانش مجرد تحديث صغير كده ولا تحسين بسيط، لا، دي كانت عملية قلب مفتوح لرياكت، إعادة كتابة المحرك الأساسي بتاعه من الصفر. والهدف كان واضح وصريح، اليو آي لازم ما يهنجش تاني أبداً. طيب ايه هو الفايبر ده اصلا؟ ببساطه شديده تخيل كل كومبوننت عندك على الشاشه، كل زرار، كل صوره بقى عباره عن اوبجكت صغير في الجافا سكريبت، الاوبجكت ده هو الفايبر. الفكره كلها ان رياكت زمان كان بيستخدم الكول ستاك بتاع الجافا سكريبت العادي، وده كان زي ما تقول طريق اتجاه واحد لازم يمشي للاخر. دلوقتي رياكت عمل الكول ستاك بتاعه هو، يعني بنى طريق خاص بيه يقدر يتحكم فيه زي ما هو عايز، وده اللي اداله كل المرونه والتحكم ده. التحكم ده بقى اداله شوية قدرات خارقة فعلا. يعني مثلا بقى يقدر يوقف شغله ويرجع له بعدين، بقى يقدر يدي أولوية لشغل عن شغل تاني، يعني يقول لا استنى انت يا تحديث يا كبير عشان في كتابة بتحصل دلوقتي ودي أهم. والأجمد من كده إنه يقدر يعيد استخدام شغل قديم كان خلصان، أو حتى يلغي شغل خالص لو لقى إنه ما بقاش له لازمة. ده تحكم كامل في عملية الريندرينج. ولو بصينا جوه أي فايبر من دول هنلاقيه عامل زي خريطة صغيرة. أهم حاجة في الخريطة دي هي المؤشرات أو البوينترز زي child والسيبلينج وريتيرن. دي ببساطة بتوصل كل فايبر باللي حواليه، مين ابنه ومين أخوه ومين أبوه. الخريطة دي هي اللي بتسمح لرياكت إنه يتنقل بين الكومبوننتس، وبسببها رياكت مش مضطر يكمل المشوار كله مرة واحدة، لا، هو ممكن يقف عند أي كومبوننت، يسجل هو كان واقف فين بالظبط ويرجع يكمل من نفس النقطة دي بعدين. ببساطة بقى عنده بوك ماركس. تمام قوي. لحد دلوقتي عرفنا إن فايبر بيقسم الشغل ويقدر يوقفه، بس هنا بيجي سؤال مهم جدا، إزاي بيعمل كل ده من غير ما الشاشة قدامنا تبوظ أو يبقى شكلها غريب وهي بتتحمل؟ السر كله في إنه قسم الشغل على مرحلتين أساسيتين. المرحلتين دول فكر فيهم كأنك بتكتب مسودة لكتاب. المرحلة الأولى هي الرندر فيز، دي مرحلة الشغل اللي في الكواليس، مرحلة المسودة. هنا رياكت بيبني الشجرة الجديدة بتاعت اليو آي في الذكرى، ويقدر يوقف ويرجع يكمل ويعدل براحته ومحدش شايف أي حاجة من دي. أما المرحلة التانية الكوميت فيز، فدي لحظة الطباعة النهائية. لما المسودة تخلص تماماً، رياكت بياخد كل التغييرات دي ويرميها على الشاشة مرة واحدة في خطوة سريعة جداً ومستحيل تتوقف، عشان نضمن إن اللي بيظهر على الشاشة دايماً كامل ومفهوش أي حاجة ناقصة. وده معناه إن رياكت في أي لحظة بيبقى عنده شجرتين في الذاكرة، الأولى هي الكيرنت تري، دي النسخة اللي احنا شايفينها بعينينا على الشاشة دلوقتي، والتانية اللي شغالة في الخلفية هي الورك in progress تري، اللي هي المسودة اللي لسه بتتبني. وأول ما المسودة دي تخلص وتبقى 100 رياكت بيعمل حركة تبديل سريعة جدا ويخلي المسودة هي النسخة الحالية. التقنية دي مشهورة في الجرافيكس واسمها دبل بافرنج، وهي من أسرار سلاسة رياكت. طيب، بما إن رياكت بقى يقدر يوقف شغل عشان يعمل شغل تاني، فده خلق زي ما تقولوا مشكلة من نوع جديد، بس هي مشكلة حلوة. إزاي بقى رياكت بيقرر مين الأهم، مين اللي اتعمل دلوقتي حالاً ومين اللي ممكن يستنى شوية؟ هنا بقى بتدخل قوة السكيدولينج أو الجدولة. يعني بالظبط كده، لما يكون في أكتر من تحديث عايز يحصل في نفس الوقت،
حد بيكتب في مربع بحث وفي نفس الوقت في بيانات بتتحمل من السيرفر. رياكت هيعمل إيه الأول؟ الحل في النظام ذكي جدا اسمه لينز. أحسن تشبيه ليها هو طريق سريع فيه كذا حارة، في الحارة السريعة وفي الحارات الأبطأ. كل تحديث بيحصل بيتم توجيهه لحارة معينة على حسب أهميته وسرعته. التحديثات العاجلة جدا بتاخد الحارة الشمال، والتحديثات اللي ممكن تستنى بتاخد الحارات اللي جنبها. والجدول ده بيلخص الفكرة كلها. مثلا لما حد يدوس على زرار أو يكتب في input، دي حاجات لازم تحصل في طول لحظة، لازم الإحساس يكون فوري، فرياكت بيحطها في أسرع حارة اللي هي السينك لين. لكن مثلا تحديث بيانات جاي من ال API ده يعتبر أولوية أقل، وممكن يستنى أو حتى يتقاطع لو حصلت حاجة أهم، فبيدخل في حارة أبطأ زي الترانزيشن لين. تمام. كل الشغل المعقد ده اللي بيحصل في الكواليس، الفايبرز والمرحلتين واللينز، كل ده طبعاً ما كانش مجرد فزلكة. ده كان الأساس اللي اتبنى عليه كل المميزات الجبارة اللي بنشوفها في رياكت دلوقتي، القدرات الخارقة اللي كلنا كمطورين بنستخدمها وبنحبها. أول وأهم قدرة هي ال Concurrent Rendering أو الريندر المتزامن. نرجع لنفس مثال الفلترة. تخيل بتفلتر لستة ضخمة جدا وعايز في نفس الوقت تكتب في مربع البحث. زمان الكتابة كانت هتهنج لحد ما الفلترة تخلص. دلوقتي لأ، رياكت بقى يقدر يوقف الفلترة للحظة، يعرض الحرف اللي اتكتب وبعدين يرجع يكمل فلترة، كأنه بيعمل الحاجتين مع بعض بالتوازي. والنتيجة إن اليو آي بيفضل مستجيب طول الوقت. والمثال ده هو أحسن توضيح. بصوا على الكود اللي على الشمال، كل حرف بيتكتب بيشغل عملية حسابية تقيلة، وده بيخلي الكتابة بطيئة وبتقطع. لكن في الكود اللي على اليمين، مجرد إننا حطينا العملية التقيلة دي جوه حاجة اسمها Start Transition، إحنا كده بنقول لرياكت اسمع، تحديث النتيجة ده مش أولوية قصوى. فاللي بيحصل إن رياكت بيحدث خانة الكتابة فوراً، وبيعمل الحسابات التقيلة دي في الخلفية لما يبقى فاضي من غير ما يعطل أي حاجة. القدرة التانية هي سسبنس. فاكرين لما قلنا إن فايبر بيقدر يوقف الريندر؟ القدرة دي بالذات هي اللي خلت ميزة زي السسبنس ممكنة. دلوقتي الكومبوننت ببساطة ممكن يقول يا جماعة أنا مستني داتا، وبدل ما الابليكيشن كله يقف، رياكت بفضل فايبر بيوقف الريندر بتاع الحتة دي بس، ويظهر مكانها أي لودينج انديكيتور، ولما الداتا توصل يرجع يكمل الريندر وكأن شيئا لم يكن. وآخر قدرة معانا هي الأوتوماتيك باتشنج. زمان لو كان عندنا 2 set state ورا بعض في أماكن معينة، رياكت كان ساعات بيعمل ري رندر مرتين من غير أي لازمة. دلوقتي مع نسام الجدول الذكي بتاع فايبر، رياكت بقى أذكى، بيبص على كذا تحديث ورا بعض ويقول أنا ممكن أجمع دول كلهم في شحنة واحدة، فبيعمل ري رندر مرة واحدة بس، وده طبعاً بيحسن الأداء جداً. في النهاية اللي عمله فايبر أكبر بكتير من مجرد تحسين أداء. هو فعلياً حول رياكت من مجرد مكتبة عشان تعرض حاجات على الشاشة لنظام تشغيل متكامل لليو آي، نظام عنده سكادولينج وعنده أولويات وبيقدر يعمل كذا حاجة في نفس الوقت. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم جداً، يا ترى الأساس القوي ده هيسمح للمطورين يبنوا إيه في المستقبل؟